ازيكم حبايبي، احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. من مطبخ ناني الاحلى الاكلات. النهارده هنعمل مع بعض طاجن سمك. بجد طعمه وريحته في منتهى الجمال. قبل ما نبدأ بالفيديو، لايك وشير وسابسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا نبدأ بالفيديو بتاعنا. معايا كيلو سمك بوري. بجد البوري بيبقى طعمه جميل جدا في الطواجن، او اي سمك تحبيه، ممكن مكاريل برضو ينفع، او اي سمك براحتك خالص. طبعا انا غسله السمك ومنقعاه لمده ساعه في ميه بملح وليمون، طبعا عشان اي زفره تطلع منه يبقى السمك طعمه جميل معاكي. بجيب السمك بالشكل ده، بفتحه من فوق ومن تحت. طبعا لما تفتحي السمك ويتشرب كده من التتبيلة بيبقى طعمه جميل جدا. طبعا بنفتح السمك بتاعنا كله بنفس الطريقة زي ما احنا كده اهو، شفنا اهو السمك كله. اول حاجة طبعا بعمل تتبيلة السمك. بشيل كده السمك في الطاجن اللي هستخدمه. طبعا الطاجن اللي هتستخدميه حطي فيه السمك من الاول. في الكبة بتاعتنا بنزل كده برستم كده حلوة كبيرة مفصصاها، وعليها قرن فلفل رومي. بجد فلفل الرومي يعني في الخلطة بتاعتنا بيديها طعم حلو قوي. بقطعه كده في الكبة. وبنزل كمان بقرن فلفل، قرن الغزال. طبعا انت لو مش بتحبي الحاجة مشطشطة عادي، ممكن تستغني عنه عادي براحتك وتحطي قرنين فلفل رومي. وبنزل كده بمعلقتين كده كبار من الخل. وبتبل الخلطة بتاعتنا بنص معلقة ملح، نص معلقة كزبرة، نص معلقة كمون. طبعا معلقتنا كبيرة، نص معلقة من كل حاجة بالمعلقة الكبيرة أو معلقة كاملة صغيرة. وبنزل بعصير كده نص ليمونة. وبفرم الخلطة بتاعتنا وبنرجع نكمل مع بعض. زي ما احنا شايفين اهو فرمنا الخلطة بتاعتنا. بجيب كده السمك وبنزل بنص الكمية الخلطة بتاعتنا، وبشيل النص الباقي كده على جنب. طبعا كده وبتمسكي السمكة بقى وتحشيها كده كويس اهو. وفي الفتحات طبعا لما بتحط كده الخلطة كده في الفتحات وتحشيها كده كويس، طبعا السمك بيبقى مملح وطعمه في منتهى الجمال. طبعا انا بحشي كده السمك كله بتاعنا بالشكل ده. طبعا بعد ما تخلصي طبعا انا بسيب السمك حوالي نص ساعة كده في الخلطة بتاعته علشان كده يتشرب منها. بسيب كده السمك بتاعنا نص ساعة وبنرجع نكمل بقية الخلطة بتاعتنا. وبعد كده يا حبايبي بجيب حوالي 3 بصلات كده متوسطين، او هم صغيرين، او ممكن حبتين بس يكونوا حلوين كده. و3 حبات طماطم، ولو الطماطم كبيرة حبيتين برضو كفاية. وحبة قرن فلفل رومي. وبنقطع البصل بالشكل ده. طبعا احنا البصل مش عايزينه يكون كبير قوي ولا صغير خالص، يعني احنا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي اهو زي كده. انا حبيت بس اوريكي يعني سمك البصلة ازاي. طبعا انا خلصت الكمية بتاعتي من البصل والطماطم والفلفل. بشيل كده البصل وبحطه كده في بولة بعيد عن الطاجن السمك. طبعا دي اول خطوة مهمة، اول خطوة دي بقى بتديكي طعم تاني خالص. بعد كده ما اخدنا البصل زي ما احنا شايفين، بتبل البصل بتاعنا بنفس التتبيلة اللي تبلنا بيها خلطة التوم. نص معلقة ملح، نص معلقة كزبرة، نص معلقة كمون. وبنزل كده بربع معلقة كده من الفلفل الاسود. طبعا الفلفل الاسود ده بيديها طعم تاني خالص، بيديها طعم كده جميل قوي.
وبعد كده بمسك التوابل والبصلة كده بدعكهم كده في بعض زي ما انت شايفة لغاية كده البصل ما تنزل العصارة كده بتاعتها. بجد يعني الخطوة دي بتفرق معاكي كتير في الطواجن. وبعد كده بنزل بباقي الخضرة بتاعتنا، الطماطم والفلفل. بعد كده بنزلهم كده على البصل، بتخلطيهم كده مع بعض كويس قوي. وبرده الطماطم برضو بتدعكي كده فيها كويس علشان العصارة بتاعتها برضو تنزل زي البصل بالشكل ده. ومعانا هنا معلقة من الهريسة، هريسة الفلفل. طبعا دي برضو اختياري، لو انت بتحبي الحاجة الحامية استخدمي، لو مش بتحبها حراقة ممكن تستغني عنها عادي قوي. وبعد كده بنزل بباقي الخلطة التوم اللي احنا عملناها، وبقلب ده كله كده في بعض كويس بالشكل ده. وبعد كده ما تقلبيهم كويس بتخلي بقى الخضار كله يتشرب في بعضه. بنزل بيها كده على السمك بتاعنا، وبرده بنفس الطريقة بنحشي السمك بتاعنا من الخلطة دي. بجد يعني الطاجن بيبقى جميل جدا وطعمه في منتهى الجمال اهو زي كده. وبعد كده انا بكون عاملة عصير طماطم، مش العصير طماطم مش بيبقى كتير، هي حبة طماطم واحدة كده. لو طماطم كبيرة، لو طماطم صغيرة او متوسطة ماشي بيكون حبتين اهو زي ما احنا شايفين. وبفرد كده الطماطم كده على وش السمك. بجد الطماطم بيديك الطعم جميل قوي في الوصفة دي. وبعد كده بجيب كده الزيت وبنزل بمعلقتين 3 زيت كده يكونوا حلوين، علشان السمك يبقى بيلمع معاكي كده لما يطلع من الفرن وبيديله طعم جميل قوي. طبعا على درجة حرارة 180، وبنسيب الفرن بتاعتنا تسخن وفي الرف الوسطاني، وبندخل طاجن السمك. بجد انا مش قادرة اقولك طعمه وريحته جميلة ازاي. بجد كل اللي داقه عجبه جدا، بجد طعمه وريحة مفيش بعد كده. شايفة مع طبق رز بيبقى حكاية. بجد مش قادرة اقولك قد ايه جميل اهو. ويلا نشوف السمك بتاعنا كده من جوه. شايفة السمك جميل ازاي ومستوي قوي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وباي باي.